أنشيلوتي في مرحلة البناء بمبدأ الزيادة العددية والخروج بكرة نظيفة، فتح عرض الملعب بالأظهرة. ليغانيز بكتلة دفاعية متوسطة، ان بلوك ميديوم 4-4-2 4-4-2. تمركز جيد بين الخطوط لكل من جولر بيلينغهام ودياز في العمق. جولر ينزل للتدرج بالكرة، بينما بيلينغهام يبقى متمركزا ما بين الخطوط لخلق عدم التوازن. رغم الكثافة العددية لا دونسيتي نيميريك للاعبي ليغانيز في العمق، إلا أن أنشيلوتي أصر على المرور في العمق. استلام جيد مع تغيير جهة اللعب أين خلقت فرصة 1 ضد 1 لدياز. تحرك جيد لمبابي في ظهر المدافعين. توقيت جيد للتمريرة وتصدي من الحارس. ردة فعل ليغانيز بعد تلقي الهدف كانت سريعة. كامافينغا خسر الصراع الثنائي الهوائي، رقابة رجل لرجل من دفاع مدريد. كامافينغا لم يوفق في الدور المركب الذي منح له من أنشيلوتي. يجب البحث عن وسط ميدان دفاعي بقيمة وحجم فريق مثل ريال مدريد. نرى الارتداد الدفاعي البطيء من كامافينغا ومودريتش وروديغر، مع زيادة عددية لفريق ليغانيز واحتمالية كبيرة لتسجيل الهدف. نفس الأفكار في مرحلة البناء، زيادة عددية لضمان خروج الكرة بشكل سلس ونظيف. ان supériorité numérique تصل 6+1 dans la phase de construction. عودة كتلة ليغانيز وتقارب الخطوط الثلاثة. دائما ما نرى بيلينغهام ودياز والتحرك الجيد بين الخطوط. رغم الكثافة العددية في العمق لفريق ليغانيز، إلا أنشيلوتي أصر على المرور في العمق. نلاحظ دائما التمركز الجيد والذكي من بيلينغهام ما بين الخطوط، الخط الدفاعي وخط وسط الميدان، مع كثافة عددية in density نيميريك في العمق لفريق ليغانيز. تحرك مبابي كان جيد، سحب معه المدافع وخلق مساحة لدياز. دياز يمرر لبيلينغهام. بيلينغهام كان عليه التمرير لفاسكيز على الجهة اليمنى. كانت هناك مساحة كبيرة كان بالإمكان استغلالها، لكنه اختار العمق ومرر لدياز. تمريرة دياز تمر جانبا بدون خطورة. التنشيط الهجومي لأنشيلوتي بستة لاعبين وعمل توازن في الفريق بدفاع الراحة أو الدفاع الوقائي الريست ديفنس، المتكون من 3 مدافعين ووسط ميدان دفاعي. مساحة يصعب تغطيتها بين أسينسو وفاسكيز المندفع للأمام، مع التحولات القليلة ولكنها كانت خطيرة من فريق ليغانيس. عودة بطيئة لكامافينغا وتركه لمسجل الهدف في منطقة 14 المربع رقم 14، ونقص الشراسة الدفاعية من لاعبي مدريد تكلفهم الهدف. عشوائية في الضغط من نفس اللاعبين اللي هما فينيسيوس مبابي وبيلينغهام، وعدم الضغط على حامل الكرة. خروج بدون مضايقة من فريق ليغانيس. لا مبالاة تطرح الكثير من التساؤلات لدى عشاق الفريق الملكي. تمركز جيد بين الخطوط للاعب ليغانيز، مع تفوق تموضعي حالة 2 ضد 1 سيتياسيون 2 كونتر 1 على فولفيردي. جهة فيني أيضا وعدم المساندة الدفاعية خلقت حالة أخرى، وهي 4 ضد 2 جهة غارسيا. لحسن الحظ التسديدة كانت خارج الإطار.
تهاون دفاعي من الخط الأمامي لفريق مدريد سهل مأمورية ليغانيز في التدرج بالكرة وخلق تفوق عددي وموضوعي. une situation numérique et positionnelle, situation 2-3 contre 1 côté de فولفيردي. وصلت الحالة حتى 3 ضد 1 جهة فولفيردي. صعب جدا على أي مدافع في هذه الحالة أن يدافع مهما كان. مساندة متأخرة من تشاوميني وعتاب من فالفيردي وأسينسيو. هذا اللعب من صلاحيات تشاوميني ومسؤولية تشاوميني. نرى أيضا أن أسينسيو لا يمكنه مغادرة منطقته والدفاع بعيدا عن المرمى. يجب مساندة دفاعية من تشاوميني أو الجناح رودريغو. تدرج جيد بالكرة من أسينسيو، لكن في هذه اللقطة أردت أن أوضح الأنانية الكبيرة في الثلث الأخير لكل المهاجمين وعدم اتخاذ القرار الصحيح. رودريغو كان عليه التمرير في أنصاف المساحات احتراما للجهد المبذول من أسينسيو، أو التحضير للتسديد لكيليان امبابي، أو إهداء كرة من ذهب لبيلينغهام القادم من الخلف.